المبنى. السالفة هذه ما هي قديمة، هذه حديثة عام 1390 هجري على وقت الملك فيصل رحمة الله عليه. سليمان من بني عطية، وبني عطية قبيلة ترجع أصوله إلى وائل، وهم اللي يسكنون الآن ويتكاثرون في تبوك. وكان يسكن كالوقت جنوب من نواحي خميس مشيط. كان له جار زهراني، والجار هذا شباب معه أمه و6 خوات، ما لهن ذكر بهالدنيا سبحان الله إلا هو الأخو هذا. قدر الله أنه يصير فيه هوشة، أطلق النار، مات قتل واحد، صار يبي يقود أنت يا الزهراني. كان سليمان بن زعل العطوي شايب وله عيال، كان لا جاب الليل سمع بتاء جاراته البنات اللي يبي يقتل أخوهن ولا لهن غيره، فيتضايق بحكم أنهن جاراته، هم من يروح لمراعي الدم يصول عليه يحاول به، يا مر يوم طوله مرة مرتين 3 10، يوم تضايق رعى الدم سوى مثل ما تقولون خطة، هو يحسبه خطة يبي يفتك من هالعطوي. قال إذا أنت والله ما ودك يقتل عطن حد عيالك أذبحوا بداله وابد راضي. قال اجزم كان انصات، قال والله اني جازم. هو قال هالكلام هذا لأنه ما توقع أن العطوي يسويه. قال امشي معي يلا للشيخ. هم يمشون، هو ياخذوا لدله نايف عمره 12 سنة، هو يجي عند القاضي قال يا شيخ هذا يطلب دم الزهراني بالسجن، وانا قدمت ولدي هذا يقتل بداله وهو راضي. فخلاهم الشيخ يوقعون، يا مار يوم انه الان بلش رعى الدم، لانه ثار الراي العام كله ضده، سواء من اقاربه او من اهل خميس مشيط، وصارت سالفه كبيره. قالوا انتهى الحين، لا انت اللي ذبحت اللي ذبح ولدك، ولا انت اللي عفيت، هالوغد هالمسكين هذا وش ذنبه؟ وطبعا العطوي يوم وقع قال اذا تبون الولد هالحين تاخذونه وتروحون وتسجنونه، ولا تبون تخلونه عندي متى ما بغيتوه جيبوا انا عندي 5 عيال ولا راح واحد يا مر يبقى لي 4 ولله الحمد، لكن جاراتي 6 وامهن 7، اذا قتل هالزهراني ما راح يبقى له أحد. فيوم انه ثار الراي العام ضد صاحب الدم اضطر انه يتنازل مقابل دية، رفعت الى المقام السامي على وقت الملك فيصل. جاءت من الملك فيصل رحمة الله عليه يقول ما دام سليمان بن زعل العطوي صار هو المؤدي للدية بدل الزهراني، لذا عليه انه يدفع ايضا دية 2 اللي قتلوا مع هذا، فدفع 3 ديات رحمة الله عليه، لكنه انقذ هالشاب على اساس يبقى عند خواته وعند امه. لذلك قيل تقوى الاشعار هكا الوقت، يقول الشاعر مخيمر بن عياد العطوي سلام يا من قصتك ما لها اوزان، يا بن زعل راعى العلوم الطرايف، يا الصيرم يا الحر يا طير حوران، سويت قصة ما لها من وصايف، قصة توفى تبقى على طول الأزمان، ما سجل التاريخ معها ردايف، فكيت من قادوه للسيف شامان، وراه صلبين نفوس الصلايف، خصمه عنيد وما قبل مال الأعوان، ما يلام مسموم الجروح النزايف، ابنه قتيل وحال في دين الأيمان، من جاه فازع قنعه بالحلايف، وامه تصيح وترفع الصوت بأحزان، تبكي ولدها بالدموع الذرايف، واقدم عليها بالعوايد سليمان، متحمل ما يطلب من كلايف، لبس عباته وانصرم تقل شيهان، صيده من الجزلات ما هي عذايف، قدم هدية ما تقدر بالاثمان، قصير اذن اهداه ما هي لفايف، اول عياله قدمه علم وكدان، قال استلم نايف وفك الستايف، احنا اللي وقع من دون والد والاخوان، عليه 7 من الاناث لهايف، الله يجزى كل محسن بالاحسان، ويجزاك بالخيرات يا بالعطايف، تستاهل البيضة على كل الاوطان، فكيت صالح من سجيل الرهايف، لو انقتل راحا على طول يتمان، صغار السن وجربن العنايف، وما عجوز وشوفها صار تعبان، شي تحن لها القلوب اللطايف، وجابك لهم ولا الأقدار من شان تلم شمله للقلوب الولايف. يعني الطيب ما هو لازم قديم، الطيب سواء قديم أو حديث، العبرة بالموقف والشيء اللي سواه سليمان بن زعل العطوي. نادر ان رجال يسويه يقدم ابنه يقتل مقابل جار.